السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. في خبر عاجل، الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع المغرب لأسلحة هجومية شديدة الفتك معروفة بقوتها على الصعيد العالمي، مما سيجعل من المغرب قوة إقليمية في شمال إفريقيا وتتفوق بذلك على بلدان من جنوب أوروبا. ومن بين هذه الأسلحة صواريخ هيمارس التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وقاذفة الصواريخ هاته متعددة ومثبتة على مدرعات خفيفة قادرة على تغيير المواقع وإعادة تزويدها بالصواريخ بعد إطلاقها في بضعة دقائق، قابلة أيضا للنقل على مستوى السفينة أو الطائرة، وتتكون طاقمها من 3 أشخاص، وأيضا تبلغ سرعتها 85 كيلومتر في الساعة. سعة هاته الحاملة الصواريخ 6 صواريخ وموجهة بواسطة نظام GPS، وعيارها 227 ملم، ويبلغ مدى صواريخها أكثر من 80 كيلومتر. هذه الراجمات نزلت كقطعة ثلج على قلوب الأعداء، وخاصة أعداء الوحدة الترابية الذين يتربصون بوحدتنا الترابية. وفي الصفقة أيضا جاءت صواريخ ستاند أوف GCOW المجنحة. هذا الصاروخ برأس أبروش المخصص لتدمير التحصينات والملاجئ، والذي تستعمله طائرة F-35، ويسمح بمهاجمة العدو من مسافة آمنة دون دخول في مجاله الجوي. ووافق الكونغرس الأمريكي على بيع هاته الصواريخ للمملكة المغربية، والتي يصل مداها إلى 300 أو 400 كيلومتر، وبهذا تصبح المملكة المغربية أول بلد إفريقي يتحصل على هذه الصواريخ الباليستية، متفوقا على جميع بلدان إفريقيا. هذا الخبر لم يستسغه العديد من الدول، لا سيما الجارة الشرقية وكذلك الجار الشمالي، وهذه الأسلحة ستعطي تفوقا كبيرا للمملكة المغربية، وبحيث أيضا أن هناك صواريخ تكتيكية بعيدة المدى تسمى أتاك CMS بمدى كما قلنا 300 و 400 كيلومتر. سيكون المغرب البلد الوحيد الذي سيملك هذه الصواريخ التي ستعطي المغرب القوة وتجعله قوة ضاربة في المنطقة فعليا وليس بالكلام فقط. مشاهدينا، إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا دائما، لأن القناة تتعرض لسقطة وهجمات متكررة من الذباب الإلكتروني الجزائري. وشكرا لكم.